كثير من الناس يشوفون حيوان شكله غريب يشبه الخروف بس برقبة طويلة ووجه لطيف، ويبدأ السؤال: هل هذا خروف مطول ولا جمل بدون سنام؟ في الحقيقة هذا الحيوان قد يكون اللاما أو الألباكا، وهما من أكثر الحيوانات الغامضة اللطيفة في عالم الطبيعة. لكن ما الفرق بين اللاما والألباكا؟ خلينا نوضح كل شيء ببساطة. أولا، الأصل والعائلة كلاهما ينتمي إلى عائلة الجمال كاميليدي، ويعيشان في أعالي جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية، خصوصا في بيرو وبوليفيا. تم استئناسهم من آلاف السنين من قبل شعوب الإنكا، لكن كل واحد له وظيفة مختلفة. اللاما العم الكبير، اللاما أكبر حجما، قد يصل وزنه إلى 180 كيلوغراما، شكله أقرب للجمل الصغير، له عنق طويل، رأس مستقيم، وأذنان طويلتان منحنيتان للخارج. يستخدم غالبا في حمل الأمتعة لأنه قوي ويتحمل المشي في المرتفعات. شخصيته أحيانا عنيد، وإذا انزعج ممكن تبصق. الألباكا الصغير اللطيف، الألباكا أصغر حجما، ووزنه غالبا أقل من 80 كيلوغراما، وجهه أكثر نعومة واستدارة، وأذناه أقصر. يربى من أجل شيء واحد أساسي: الصوف. صوفه ناعم جدا، ويعتبر من أفخر أنواع الصوف في العالم، حتى أغلى من الكشمير في بعض الأحيان. شخصيته أكثر هدوءا وخجلا، يحب القطيع ولا يستخدم لحمل الأشياء. الشكل والملمس: اللاما شعره غالبا أخشن، بينما الألباكا صوفه ناعم وكثيف. من بعيد يمكن الخلط بينهم، لكن إذا قربت، اللاما أطول ونحف، وجهه أطول. الألباكا وأصغر، أغزر صوف، وجهه لطيف مثل لعبة محشوة. لو شفت حيوانا برقبة طويلة، صوفه كثيف ووجهه بريء، فكر: إذا كان كبير الحجم ويحمل أمتعة، عشش غالبا لاما. إذا كان صغير ولطيف وصوفه ناعم، خس هذا هو الألباكا. وإذا عطاك بصقة مفاجئة، فغالبا هو اللاما. أخيرا، اللاما والألباكا مش بس لطيفين، بل يلعبون دور مهم في حياة شعوب الأنديز، وما زالوا لليوم جزء من ثقافتهم واقتصادهم. وش رأيكم؟ تحسون أيهم ألطف؟ شاركونا بالتعليقات، وإذا عجبكم الموضوع لا تنسوا اللايك والاشتراك.